من كام يوم كده سمعت حد كان بيتكلم عن أزمة الدولار وغلاء الأسعار والليلة الكبيرة دي. اتأثرت بصراحة لأن الدنيا باظت والأسعار بقت الضعف والضعفين والعيشة بقت صعبة في نفس ذات اليوم ده. وخلي بالك من كلمة في نفس ذات دي، وأنا بقرأ الورد القرآني بتاعي يعني بعدها بكام ساعة كده من كلام الراجل اللي كان بيتكلم عن غلاء الأسعار وإن الدولار هو السبب، قابلتني آية غريبة جدا في سورة الأعراف بتقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيوة، الدولار مش هو السبب. ارتفاع الدولار وغلاء الأسعار والعيش الصعبة دي كلها نتيجة مش سبب. السبب الأساسي هو اللي ربنا قال عليه في الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. يعني السبب الأساسي هو عدم الإيمان وعدم التقوى. يعني مفيش إيمان ومفيش تقوى يبقى مفيش فتح لا من السماء ولا من الأرض. أيوة، الدولار مش هو السبب. بعدنا عن الله وبعدنا عن الدين هو اللي وصلنا للحال ده. ايوه، الدولار مش هو السبب. من قبل ما الدولار يغلى اصلا وكل موظف بيفرم اللي تحته يا عم الناس. الدولار مش هو اللي خلى اغلب الموظفين ياخدوا رشوة عشان يخلصوا لك مصلحتك. الدولار مش هو اللي خلى البياع يغش في الميزان. الدولار مش هو اللي خلى اغلب الشعب يعيشوا بالربا في فلوسهم. الدولار مش هو اللي خلى الحفلات ملانة بالناس والمساجد فاضية. الدولار مش هو اللي خلى الناس بتسيب ستاتهم وبناتهم على النت والتيك توك وكمان بيصوروهم بنفسهم. الدولار مش هو اللي خلاني اتأخر او اسيب صلاة الفجر اذا ما كنتش بسيب الصلاة كلها اصلا. الدولار مش هو اللي خلاني كشاب اخربها مع بنات الناس ليل نهار. دولار ايه؟ احنا هنضحك على بعض؟ ده احنا دافنينه سوا. مستني ايه من شعب قدوته شوية ممثلين ومطربين فاشلين؟ مستني ايه من شعب واحد بيسيء للدين؟ مستني من شعب الكل فيه عايز ياكل بعضه؟ الآية بتقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هل إحنا أمنا بالله حق الإيمان؟ هل إحنا اتقينا ربنا حق الاتقاء عشان نستحق الفتح من ربنا من السماء والأرض؟ لا والله ما نستحقش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم من قبلهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ولم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. تحس إن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معانا في نفس الزمان ده وبيحكي اللي بيحصل بالظبط. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا كثر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكها. أفتكر من كام شهر كده كان في برنامج بيتكلم عن المساكنة وبيقول إن البنت ولا الست من حقها إنها تتخذ بيست فريند، وإن جوزها ولا خطيبها واجب عليه إن يسمح لها بكده. والناس انبسطت وعمل ملايين المشاهدات، والبنات نزلوا علينا بقى: أيوة أنا عاوزة من ده، ولو جوزك مش كده يبقى بلاها جواز، بالصوت الشتوي ده. واللي كان يفتح بقه ويقول للناس فوقه يتقال عليه متخلف ومعقد وداعشي، وفي الآخر الناس تندهش وتستغرب من الغلاء واللي بيحصل ده. المشكلة والله فينا إحنا، في عمايلنا إحنا. والمشكلة الأكبر إن الناس بتأمن مكر الله، وتلاقوهم بيقولوا لك: لو إحنا مش هنخش الجنة أمال مين اللي هيخشها؟ إيه الثقة الكبيرة دي يا عم الناس؟ ربنا بيقول في نفس الصفحة بعد الآية بتاعتنا دي بآيتين بس: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إحنا خاسرون لأننا أمنا مكر الله وعندنا ثقة زيادة إننا هنخش الجنة. عرفتوا كده إيه السبب؟
ايوه احنا السبب باقوالنا وافعالنا، احنا السبب بمصايبنا السوداء اللي بنعملها. يا ريت تبص للمجتمع حواليك وانت هتعرف السبب فين. انا عارف ان في ناس كتير مطحونة وملهمش دعوة وهيتاخدوا في الرجلين، بس هي الدنيا كده. قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأظن في زماننا ده الخبث مش كتر، ده انت لو نزلت الشارع هتلاقي عم خبث وابن عم خبث وعيلة عم خبث كلها بتسلم عليك وبتقول لك سلام، زي ما انا هقول لك سلام. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.